السلام عليكم ورحمة الله. معكم المستشار محمد الحسيني من قناة الميزان الذهبي، وأكلمكم النهاردة عن شادية وكمال الشناوي وسر الحب الضائع. الفنان كمال الشناوي كان بيحب الفنانة شادية من طرف واحد، وكان بيعشقها من أول ما اشتغلوا سوا في فيلم حمامة السلام. كما كان دايما بيقول عنها في لقاءاته إن بيشوف شادية مش بس نجمة وشكل حلو، لكن خفة دمها كانت سر جاذبيتها. وفي الكواليس كان بيحاول دايما يقرب منها ويضحكها ويهزر معاها ويسيب لها الهدايا الصغيرة اللي تحسسها إنه معجب، واهتمامه بيها مش سر على حد. كمال الشناوي نفسه قال قبل كده إنه كان دايما يتمنى علاقة تجمعه بيها بره السينما، بس شادية كانت بتعتبره صديق قريب لها، حتى لما كان بيظهر غيرته عليها من أي علاقة أو إشاعة تخصها. ومع ومع كل هذا فضلت صداقة كمال الشناوي وشادية قوية وراقية، فيها احترام شديد وحب على طريقته، حتى لو ما تحولتش لقصة ارتباط رسمي. وده السبب إنه كان بيحب يشتغل معاها، لدرجة إنه عمل معها 32 فيلم لحد آخر عمرهم. كان دايما بيتكلم عنها بكل حب وحنين، ويفضل يحكي تفاصيل عن خفة دمها وكرمها، وكأنها كانت بطلته المفضلة مش بس في السينما لكن كمان في حياته. ورغم حب الشناوي لشادية، وعشان ما يضايقهاش وخصوصا إنها كانت بتعتبره صديقها المفضل، قرر يرتبط بأكتر من واحدة شبهها، وفعلا اتجوز أختها عفاف شاكر، واللي كان فيها شبه كبير من شادية، وكانت هاوية للفن. وقبل اعتزالها عملت في أفلام كممثلة ومطربة، لكن زواجهم ما استمرش كثيرا، الجوازة نفسها ما استمرتش كتير. وفي أقاويل بتقول إنه استمر 3 سنين، وفي أقاويل أخرى بتقول إنه أقل من 3 سنين، لكن انفصلوا، خصوصا وإن طباعها كانت مختلفة كثيرا عن طباع شادية. وظلت شادية بالنسبة لكمال الشناوي هي الحب الضائع وحلم عمرها الذي لم يتحقق. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد.